ده واحد من احدث وافضل الموبايلات من سامسونج في 2024، السامسونج جالاكسي اي 35، منافس قوي جدا في فئته السعريه، تقريبا جاب نفس امكانيات الاخ الاكبر الاي 55، بل احسن منه في حاجات، في شويه تضحيات بسيطه كده قد لا تذكر تماما بالنسبه لفرق السعر ما بينهم. اكيد هكلمك على مميزاته وعيوبه وكل حاجه تخص الموبايل ده، اكيد هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. ما تنساش تصلي على النبي يا معلم، اهم حاجه. ويلا بينا، خلونا نبدا بالديزاين كالعاده. لا يا معلم، الديزاين اللي دايما بنشوفه من سامسونج في الفئه المتوسطه في سلسله الاي والاس، سامسونج تقريبا مش هتغير الديزاين ده اللي هو معانا للابد. هم تقريبا لحد دلوقتي مش قادرين يقتنعوا ان المستخدمين زهقوا من شكل الديزاين ده، من حيث التصميم هنا نفس شكل الكاميرات، نفس كل حاجه، خارج عن الماتيريال كده كده. هو كده كده الموضوع اذواق، فمش هنتكلم في الحته دي كتير. المهم الظهر هنا من الازاز، ودي حاجه اكيد ممتازه عكس اللي احنا شفناه في الجالاكسي 54 اللي نزل السنه اللي فاتت في الفئه المتوسطه من سامسونج. الموبايل تقريبا كان جاي بشكل كامل من البلاستيك، ودي كانت علامه استفهام كبيره ومش مقبوله تماما في الفئه السعريه دي. في الفئه دي احنا بنشوف حاجات بريميوم اكتر، فاهم، حاجات من الجلد، حاجات من الازاز، وفعلا ده اللي حصل في الجالاكسي اي 35. هنا الظهر ازاز وفريم من البلاستيك عادي مع الكيرفات كده، شكلها فعلا جامد. ده في الفريم اكيد، مفيش بقى جو الكيرفات والكلام ده، الدنيا هنا فلات من كل الاتجاهات. الموبايل وزنه 209 جرام، ووزنه مش خفيف نوعا ما. والجامد في الموبايل ده ان هو جاي ضد الميه والاتربه بمعيار اي بي 67، يعني ممكن ينزل معاك متر تحت الميه لمده نص ساعه وعادي. الموبايل هنا ضد الميه فعليا، معيار امان مهم جدا اكيد. وكون ان موجود الاوبشن ده في الموبايل بالسعر ده، دي حاجه ممتازه فعلا. اما بالنسبه للشاشه هنا، فانت عندك ديزاين الشاشه الى حد ما كويسه من حيث البيزلز والكلام ده، الحواف يعني مش اقل حاجه موجوده في الفئه السعريه دي، نفس الديزاين اللي موجود في الجالاكسي 34 الجيل اللي فات من الموبايل ده، مفيش اي اختلاف في الحته دي هنا. وفي الفئه دي الصراحه يعني بنشوف بيزلز اقل من كده. فالمهم حجم الشاشه هنا جايب مساحه 6.6 انش فول اتش دي بلس السوبر اموليد، والفريش ريت هنا بيوصل ل 120 هرتز، وسطوع فعلي بيوصل ل 1000 نتس بدعم الاتش دي ار 10 بلس. بالنسبه للاداء، فاداء الشاشه هنا ممتاز جدا من حيث الحده والتباين، دي من افضل الشاشات اللي ممكن تشوفها في الفئه السعريه دي فعلا، ده ان ما كانتش الافضل. الشاشه هنا فعلا ما فيهاش اي غلطه، من احلى الديسبلاي اللي ممكن تكون موجوده في الفئه السعريه دي. وطبعا 120 هرتز ده معناه انك هتاخد صوره سلسه جدا في السكرول اب والسكرول داون، كل حاجه تبقى سموث جدا معاك، مفيش بقى جو التقطيع بجد، مفيش الكلام ده هنا. وبالنسبه لسطوع الشاشه هنا، فانت عندك 1000 نتس فعلي تحت اشعه الشمس يا معلم، مش هتواجه مشكله في الحته دي تماما لو انت دايما بره البيت او تحت اشعه الشمس عموما. الدنيا هنا هتكون تمام معاك، هتشوف الموبايل كويس، الدنيا من الاخر هتبقى في اللذيذ منه، فاهم. نفس عدد النتس الموجود في ال 55 من سامسونج، الموبايل اللي اغلى منه في السعر المفروض. لا سامسونج تقريبا بتنافس نفسها. المهم، فالشاشه هنا غالبا مش ابجريدد للجالاكسي 54 بس، لا دي ابجريدد كمان للجالاكسي 54 اللي ما زال سعره اغلى منه، وجاي عليها طبقه حمايه كوردن جوريلا جلاس فيكتس، واحده من افضل طبقات الحمايه اللي موجوده حتى الان، تستحمل معاك شويه خرابيش كده وصدمات، فاهم. فانت من الاخر معاك موبايل متامن عليه، فاهم، موبايل ضد الميه، موبايل ضد الصدمات وضد الخرابيش وضد الكلام ده، فانت معاك موبايل متامن عليه. والاهم من كل ده انك ما تدبه في دماغ واحد مثلا تقول لي الموبايل مش متامن عليه، لا انت كده بتهزر. طيب بالنسبه لصوت السماعات هنا، فصوت السماعات هنا ستيريو سبيكر، الصوت طبعا متجسم من اليمتين، فعلا حاجه محترمه جدا. الصوت التاني هنا خارج من سماعه المكالمات، فتجربه مميزه جدا الحقيقه. واخيرا داعم لتقنيه الدولبي اتموس، الموبايل غير داعم لاوبشن ال 3.5 مللي لسماعات الاذن، ودعم ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء. طيب يا معلم، بالنسبه للمعالج او الاداء، فالجالاكسي 35 جايب معالج من نوع اكزينوس، وهو الاكزينوس 1380، جايب تكنولوجيا 5 نانو، وجاي مع واجهه سامسونج الوان يو اي 6.1. الموبايل هنا جاي معاه 8 جيجا رام، ومساحه داخليه 128 او 256 جيجا، بتيجي من نوع يو اف اس 2.1. والمبهر في الجانب ده ان انت معاك ابديتس بتوصل 4 سنين تحديثات اندرويد، وابديتس امنيه لحد 5 سنين. فنتيجه الخلطه دي بغض النظر طبعا عن التحديثات اللي هتشوفها من الموبايل ده، انت بشكل مبدئي كده واخد المعالج اللي كان موجود في الجالاكسي 54، الموبايل الاغلى منه في السعر. بس اكيد الموضوع مش متوقف على بروسيسور قوي وبتاع، لا لازم سوفت وير كويس علشان التجربه تكون مميزه معاك. فعلا انت معاك سوفت وير سامسونج هنا، فالتجربه هتكون فعلا ممتازه، كل حاجه هتتم معاك بشكل سلس جدا، مفيش بقى نوع من انواع اللاج، التقطيع، الحاجات اللي ممكن تضايقك دي، بجد مفيش الكلام ده هنا، كل حاجه بشكل سريع جدا هتتم معاك، معالج هيقدم معاك بشكل كويس جدا في المهام اليوميه، ومعاك طبعا ال 120 هرتز، الموضوع هيبقى سلس معاك جدا لو انت بتسكرولنج بقى في ابلكيشن معين، فاهم، والكلام ده. ولو هتقارن الجالاكسي 35 بالجالاكسي 55 الموبايل الاغلى منه في السعر من حيث الاداء، اكيد الاي 55 متفوق بنسب كبيره لو هتقارن الموضوع كارقام، ولكن في الواقع الحقيقه الفروقات مش هتكون كبيره. ما عنديش اختلاف اكيد ان الجالاكسي 55 اكتف اكتر، لكن ده بالنسبه للمستخدم البروفيشنال هو اللي هيلاحظ ده فعلا، لكن بالنسبه للمستخدم المتوسط
المتوسط مش هيلاحظ ده. وعايز اقول لك ان فرق السعر ما بينهم كبير، فاهم، يتخطى ال 5000 جنيه تقريبا، فاللي هو رقم يعني كبير، فاهم. ولكن بالنسبه للاكزينوس 1380 اللي موجود في الموبايل ده، المعالج ده مش اقوى معالج في فئته السعريه. تقدر تلعب ببجي هنا على اتش دي ار والترا، او ممكن تقلل في الجرافيكس وتلعب على سموث واكستريم. نفس السيتنج اللي انت هتاخدها من الجالاكسي 55، يعني مفيش اي فروقات واضحه في الجانب ده. لو حبيت تلعب الموبايل هنا اداؤه كويس جدا في الالعاب لو حبيت تلعب يعني. لكن في حاجه مهمه جدا تخص الجانب ده انا عايز اتكلم معاك فيها، وهي ان لو استخدامك متوجه للجيمنج بشكل كبير ممكن تقلب البادجت شويه وتجيب جهاز من بوكو مثلا. موبايلات بوكو في الفئه السعريه دي متوجهه للجيمنج بشكل كبير، بتتكلم في 90 فريم بقى وتجربه اسلس من كده بكتير، الموضوع هيكون ممتع معاك اكتر، فاهم. طيب بالنسبه لنظام التبريد في الموبايل ده، لو انت مهتم بالموضوع ده يعني، اكيد لو مش مهتم بتقدر تتخطى الجزء ده من الفيديو. فالموبايل هنا فعليا بيسخن للاسف، خاصه الجزء اللي حوالين الكاميرات ده. كل ده بيحصل اكيد في وضع الجيمنج، يعني لو انت بتلعب اكيد هتشوف ده. فانت من الاخر لو انت جيمنج او مهتم جامد بالحته دي فالموبايل ده بلاش منه. طيب بالنسبه للبطاريه هنا بقى، فالبطاريه هنا 5000 ملي امبير، حجم بطاريه فهي كويسه جدا الحقيقه، وهتكمل معاك اليوم مرتاح جدا. ولو انت استخدامك بسيط ممكن تكمل معاك يومين مرتاح، من 8 ل 9 ساعات سكرين اون تايم. ولكن اكتر شيء قفلني من الموبايل ده، او اللي بيقفلني عموما من موبايلات سامسونج كلها، وبشكل مبدئي كده انت لو من مستخدمين سامسونج فانت اكيد الموضوع ده هيكون بالنسبه لك عادي. لكن جاي من موبايلات بتدعم سرعه شحن اقوى من كده، فصدقني هنا هتعاني. الموبايل هنا بيدعم سرعه شحن بقوه 25 واط بس، يعني ساعه ونص تقريبا علشان يقدر يشحن البطاريه العملاقه ده شيء الحقيقه كارثي من كوارث الموبايل ده. انا زي ما قلت لك لو انت من مستخدمين سامسونج فانت اكيد واخد على الموضوع ده. يعني عايز اقول لك ان ما حصلش ابجريد في الجانب ده في الفلاج شيب بتاعهم، فاهم. وحصل ابجريد فعلا في الحته دي، بس ابجريد لا يذكر تماما. يعني ايه 45 واط؟ مش فاهم. اتمنى بجد ان سامسونج تثبت الحته دي شويه عشان كده كتير. والاسوأ من ده ان الشاحن هنا مش جاي في علبه الموبايل، فكده يبقى في مصاريف اضافيه هنا على سعر الموبايل. جاي في علبه الموبايل كابل يو اس بي تايب سي بس، مفيش جراب ولا سكرينه ولا اي حاجه، مفيش سكرينه حتى على شاشه الموبايل هنا. وبالنسبه للسيستم الكاميرات، عندك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 بدعم المثبت البصري اللي هو اي اس، وعدسه 8 ميجا بكسل وايد، وكاميرا 5 ميجا بكسل خاصه بالماكرو، واخيرا السيلفي 13 ميجا بكسل. نتائج الكاميرا الاساسيه هنا كويسه جدا، متقاربه بشكل كبير من اداء كاميرا الجالاكسي 55. صور كده تقريبا تحسها واخده مسار كده للوك الايفون وورمي بزياده. انت واخد صوره واقعيه، وده انا اول مره اشوفه الحقيقه من سامسونج، دايما بتشبع الالوان كده بزياده وبتاع، فاهم. وده الحقيقه انا شايفه في الجالاكسي 55 بس، لكن مش موجود في الجالاكسي 35 هنا. المهم الصوره هنا فيها تفاصيل وديناميك رينج كويس جدا ومقبول، ومعالجه سامسونج مميزه جدا الحقيقه بجد في حته ثانيه، ده في الظروف الاضاءه العاليه. لكن بالنسبه للاضاءه الليليه ده بشكل مبدئي سيناريو صعب جدا على اي كاميرا موبايل. النتيجه كويسه جدا الحقيقه في الظرف ده، شويه نويز اكيد هتاخدها في الصوره هنا، ولكن هي كويسه وانا راضي جدا عن تجربه الكاميرات هنا. وبالنسبه للسيلفي الصور هنا كويسه جدا من حيث التفاصيل ومعالجه الالوان والديناميك رينج، هتتبسط منها جدا فعلا. يعني تقريبا دي افضل من الجالاكسي 55 الموبايل الاغلى منه في السعر. يعني عايز اقول لك ان فعلا في الحته دي الموبايل ده ممكن يكون متفوق فيها. زي ما قلت لك انت فعلا هتتبسط بتجربه السيلفي هنا جدا، في الحته دي متفوق بالنسبه للجالاكسي 55 الموبايل اللي المفروض اغلى منه في السعر، اللي المفروض يكون متفوق عليه في كل حاجه، لان فرق السعر ما بينهم فعلا كبير لدرجه ان الموبايل ده ما يكونش فيه مقارنه ما بين الاثنين اصلا. دي نفس تجربه الكاميرات اللي موجوده في الجالاكسي 54 الجيل القديم من السلسله دي، وما زال اغلى منه في السعر. الحقيقه الموبايل ده كان من وجهه نظري افضل موبايل بيقدم سيستم كاميرات فعلا مقارنه بالموبايلات اللي موجوده في الفئه السعريه بتاعته. بجد كانت تجربه مميزه جدا. تقدر تصور فيديو بكواليتي 4K 30 فريم في الثانيه بالنسبه لكاميرا السيلفي والكاميرا الاساسيه كمان. الموضوع ده نادرا لما تشوفه في اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي، وتقريبا الاوبشن ده مش موجود في اي موبايل تاني. الموبايل هنا بيدعم شريحتين او شريحه وكارت ميموري، ما ينفعش تستخدم الشريحتين في نفس الوقت، لازم تستغنى عن شيء من الثلاثه، فاهم، خطين او خط وكارت ميموري. مستشعر التقارب هنا سوفت وير مش هاردوير للاسف، ولكن هو استخدامه كويس، مش هتواجه اي مشكله في الجانب ده، بس اكيد مش افضل من ان الاوبشن ده يعتمد على الهاردوير هنا. المهم بالنسبه لسعر الموبايل ده، فالموبايل ده نازل منه نسختين. اول نسخه موجوده من الموبايل ده نسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام، ودي سعرها تقريبا 13700 جنيه. والنسخه الثانيه من الموبايل ده ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 15400 جنيه تقريبا. الملخص في كلمتين، الموبايل ده في وسط الفئه السعريه بتاعته هو منافس قوي جدا، معيار امان ضد الميه والاتربه، شاشه من افضل الشاشات الموجوده في الفئه السعريه دي لان ما كانتش الافضل فعلا، معالج كويس، سيستم كاميرات محترم، وبطاريه فعلا عملاقه تكمل معاك اليوم مرتاح جدا. طيب اما بالنسبه للجانب المظلم اللي موجود في الموبايل ده او اللي قفلني من الموبايل ده، هي سرعه الشحن. اسمها بطء شحن مش سرعه شحن اصلا. انا اسف ان انا غلطت في المصطلح هنا. وشبكات الواي فاي اللي مش افضل حاجه هنا، متوسطه يعني، وتقريبا مستخدمين سامسونج بلا استثناء بتعاني من نفس
نفس المشكله دي، فمش هنعتبرها كارثه من كوارث الموبايل هنا. الحقيقه انا كنت متوقع ان الموبايل ده قبل ما ينزل الاسواق العربيه كان هينزل اكتر من 14000 جنيه، واكيد لو كان نزل بالسعر ده انا كنت صعب جدا ارشحه واقول ان الموبايل ده فعلا منافس قوي في الفئه السعريه دي. انا شايف ان الموبايل فعلا صفقه ممتازه جدا. وقولا اخيرا الموبايل ده مش متوجه للجيمنج، انت لو جيمنج ابعد عن الموبايل ده، بلاش منه تماما. في اختيارات تانية مناسبه ليك اكتر في الفئه السعريه دي، ده لو انت استخدامك متوجه للجيمنج بشكل كبير. فلو محتاج اي استفسار تاني بخصوص اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتات، اكيد هرد عليك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو لو لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. اشوفك الحلقه الجايه، بيس.